نذرة، خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من منا لا يعرف فضل كفالة اليتيم؟ أكثرنا قرأ وسمع وعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر أصحابه بأنه هو وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. أكثرنا سمع بفضل كفالة اليتيم، منها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. من منا لا يعلم أن من أسباب لين القلب المسح على رأس اليتيم؟ من منا لم يقرأ قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. من منا لم يقرأ وصايا القرآن باليتامى. الكثير منا يعلم هذه الأفضال، لكن اجتهاد الناس على حسب درجاتهم. في كوسوفا رجل قبل أكثر من 10 سنين قرأ هذه الآيات وتلك الأحاديث فتأثر، لكن تأثره لم يكن كغيره. هذا الرجل اسمه حجي كمال. حجي كمال عمل شيئا آخر. قال: القضية ليست أن أكفل يتيما وينتهي الأمر، أدفع للجنة مبلغا شهريا وينتهي الأمر. لا لا لا. قال: سأقضي حياتي ومشروع عمري في كفالة الأيتام. سوف أصنع مشروعا ضخما كبيرا لأكفل به الأيتام في حياتي وبعد مماتي. لا أريد يتيما ولا يتيمين، بل أريد عشرات الأيتام أن يستمروا في حياتهم معززين مكرمين بغير حاجة من أحد. سأكون لهم مثل الأب، مثل الأخ، مثل الصديق. سأكون لهم في هذه الحياة كل شيء. سأوفر لهم السكن، الملبس، المأكل، المشرب، التعليم، الدين، كل شيء سأوفره لهم. كيف؟ فكر هذا الرجل حجي كمال أن يبني ما يسمى بشبه فندق، يكون ريعه موردا لكفالة عشرات الأيتام. لكن الرجل ما يملك رأس مال. ماذا سيصنع؟ ماذا سيفعل؟ الذي عنده لا يكفي مثل هذا المشروع، لكنه أصر، وكانت عنده هذه الهمة العالية. فلننظر هل استطاع أن يصل إليها أو لم يستطع. هل كانت نيته بإذن الله صادقة وهمته عالية وعمل من أجل هذا المطلب الأعلى؟ ماذا صنع حجي كمال؟ سنعرف بإذن الله في هذه الحلقة. يتيم واليتيم كما تراني طوال الدهر هم وانطواء. صرخت أنا اليتيم كفى شقاء، فمن هول الشقاء شكى الشقاء. فجاوبني من الأعماق صوت دواليك البكاء، لما البكاء؟ فكم صنعت أيادي اليتم مجدا، وعند الله في ذاك الجزاء. تزود بالتصبر واحتمله، فإن الصبر ظلمته ضياء. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا حجي كمال. السلام. بارك الله فيك. جيد. الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ماذا يصنع الأيتام؟ ماذا يفعلون؟ يفطرون ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالكم؟ الحمد لله ما شاء الله. جيد جيد. سيني مير ما شاء الله ما شاء الله. واو
يا حالاته شلون تستحي ما شاء الله ما شاء الله. تشكيها من انتي؟ ها يلدز. يلدز لا يلدز. وهذه ها؟ كانيتا تي جمال. جمال ما شاء الله. اويس. أويس. حقيقة الواحد يشعر وهو في هذا المكان بإيمانيات، بروحانية. أعتبر هذه من أسعد أيامي في التصوير. أشعر بروحانية، إيمانيات. أمسح على رأس اليتيم أشعر بشيء يحصل داخل قلبي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عندما قال امسح على رأس اليتيم يلن قلبك، اي والله هنا يلين قلبك بالمسح على رأس اليتيم. جزاك الله خيرا يا حجي كمال ما شاء الله. يتيم واليتيم كما تراني طوال الدهر هم وانطواء. صرخت أنا اليتيم كفى شقاء فمن هول الشقاء شكا الشقاء. هذا هو الحجي أو حجي كمال الذي ستسمعون قصته في هذه الحلقة. قصة مثيرة غريبة، أنا شخصيا أتمنى أن أقتدي به فيما فعل. مرحبا حجي كمال. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. اهلا وسهلا. حجي كمال، أنا بودي أسألك سؤالا في البداية. لماذا اليتيم بالذات؟ لماذا ما اهتميت في مشاريع أخرى، في حفر آبار، في مساجد، في أي شيء من أنواع الخير؟ لما اليتيم بالذات؟ Po, sebepi është shkaku që ja kemi fillu vetëm me punu për jetima është hadisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot se kush e përkthel jetimin edhe i ndihmon jetimin do është barabar me mua në xhenet. Kjo është sebepi. كيف فكرت في المشروع وكيف بدأت به؟ Dëshira ka qenë edhe para luftës, po pas luftës, alhamdulillah, dëshira ishte e madhe shumë se kishim shumë jetim, edhe fillum prej zeros, alhamdulillah të erdhëm te këtu. هل كان عندك أموال وأرصدة وعندك خير كبير حتى تبدأ مشروع مثل هذا؟ مشروع مجازفة فيه يعني. Ne lek këtë punë kemi nis me 8500 marka pas luftës. Alhamdulillah, Allahu dhe Gjeleshanu kur po deke mu bani vepër, sebepet po vishin, alhamdulillah, domethënë me 8500 marka kemi fillu këtë punë. طيب اشرح لي المشروع. كيف ما هو هدفك في المشروع؟ كيف خططت له؟ كيف بدأت في المشروع؟ Po fillimi ishte më njerë pas luftës, e morëm këtë vend, një shtëpi ishte e vogël, edhe në atë shtëpi mandej fillum e rënum, u zgjanum. A qëllimi ishte që jetimat mos t'i lëm rrugëve edhe të kujdesemi për ta, se pas luftës ka pas mbi 6000 jetima në Kosovë. طيب كيف بدأت أقصد يعني بالمشروع نفسه؟ هل امتلكت الأرض، اشتريت الأرض، ثم كيف بنيت هذا البيت كله، السكن كله؟ هل أنت لوحدك؟ أحد ساعدك في المشروع؟ Dëshira ishte e madhe të bëjmë diçka për jetimin. Elhamdulillah, po dojke Allahu më boni vepër, sebepet po vishin, edhe fillum me që ceka ma herët 8500 marka, edhe për mi majtë fëmijët jetim në kampinge këtu, me grupe, nga një javë verës kur kanë pushime verore, njerit me qenë edhe burim për jetima. E tash të kemi mundësi, edhe jemi të i majtë 65 jetima, nga 30 euro çdo muaj për këtu, për fitimit këtuit. Pas luftës, këtu në vitin 2000, e kemi majtë një shtëpi është aty, me qira, 2 muaj jetimat i kemi majtë. Pastaj këtu u shit ke ky veni këtu, një shtëpi e vjetër ka qenë, me 10 ari vend ose 100 metra katror, 1000 metra katror, shtëpia vjetër, po elhamdulillah aty bojmë në kampinge 2 vite, mandej e prishëm ata, fillum me ndërtue gadal, edhe pse nuk kishëm mundësi, s'kishëm mundësi mjete, po elhamdulillah Allahu Gjeleshanu i qoj sebepet, edhe e ndërtumat, mandej këtë pjesën e blejtën plus për një sërbet, e tash që kemi arë në këtë fazë. صرخت أنا اليتيم كفى شقاء
فمن هول الشقاء شكا الشقاء. صرخت أنا اليتيم كفى شقاء فمن هول الشقاء شكا الشقاء. Kad bosh I vetëm jam, s'kam bab, nuk kam as nan. Shumë lot këta sy më kanë lotu, se s'ka më kush me më përqafu. Shumë lot këta sy më kanë lotu, se s'ka më kush me m'ledhatu. O Zoti mat, vetëm ty të kam, askush përveç teje nuk më mban ndërmat. Në rrugë ditëm kalon, pa shpres e buk pa ngrën. Kur jam i smur, dhim jam ndon, ah preri nanës shumë më mungon. O Zoti mat, vetëm ty të kam, askush përveç teje nuk më mban ndërmat. Në shkollë jam klase par, më do çdo arsimtar. Fletore shumë pesëm jam bo, po s'ka të shpia kush me mi pa. صرخت أنا اليتيم كفى شقاء فمن هول الشقاء شكا الشقاء. تبارك الله. طيب حجي كمال، من أين أتيت بالأيتام وكم يتيم تستقبل في هذا المكان هذا المركز؟ Pas luhte kemi pas shumë jetima mbi 3000, tash I kemi vetëm të qytetit Prizrenit. E kemi 300 يتيمة. ما شاء الله. وفي المركز هل هناك مشرفون ومشرفات؟ وما هو البرنامج الذي يقضيه اليتيم فيه يومه؟ كيف يقضي اليتيم يومه هنا في هذا المركز؟ Po na shoqata jon kujdeset edhe në shkollë, edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe I kemi të gjithë nën kontrollin ton. Domethënë, këta jetima janë të nana, të axha, të daja, të tezja, kështu nuk janë domethënë, secili është në familjen e vet. هذه سكمري انكليتا ما شاء الله. سكمري اندا ما شاء الله ما شاء الله. صرخت أنا اليتيم كفى شقاء فمن هول الشقاء شكا الشقاء. فجاوبني من الأعماق صوت دواليك البكاء لما البكاء. القضية ليست فقط أكل وشرب وسكن وانتهي الأمر، لا لا. كفالة اليتيم يعني تربية، يعني تعليم، يعني صبر، يعني تتحمل وقت زعلان، وقت فرحان، وقت الولد محتاج، وقت الولد عنده مشكلة، لما يبلغ المراهقة، لما إحنا عيالنا ويلا صح، لكن لما يكون أيتام تحتسب فيهم الأجر عند الله. والله لو 100 يتيم ما تشعر بالملل ولا بالسأم ولا بالضيق.
طبعا لازم نلاحظ ان حجي كمال بهذا العمر بنفسه اشرف على البناء، بنفسه اشتغل، بنفسه يتابع، بنفسه هو متواجد يوميا مع الاطفال في مركزهم في هذا المكان، هو الذي يشرف على المشروع الاستثماري. هذا الفندق الذي بناه بيديه، هذا الفندق علشان يخرج ريعه فقط للصرف والانفاق على الايتام في برنامجهم في حياتهم اليوميه. هل الايتام يدرسون دراسه شرعيه او دراسه نظاميه ولا فقط اكل وشرب؟ هل هناك دراسه للاطفال، تعليم؟ Ja, ne në qytet i kemi fëmijët 2 herë në javë vinë të gjithë mësim besim. Domthon të rregullt janë, mësojnë mësim besimin plus në shkolla që shkojnë. A këtu kur të vinë vetëm kur janë pushime, ka pinge, po edhe këtu ka program. Pej mëngjesit te njatësi, pej sabahit te njatësi ka program islam domethënë. طيب أنا ودي أسأل عن أيضا التكاليف هذا المشروع. عندك مشرفين، عندك مشرفات، هل هناك رواتب لهم؟ طيب النفقة على الأطفال، ملابسهم، علاجهم، هل الفندق هذا البسيط المتواضع يعني يكفي لهذه التكاليف كلها؟ Po, këtu tash për tash, i mojmë 65 jetima nga 30 euro çdo muaj, 25 studenta ka 50 euro, edhe një vajzë kemi magjistratur 100 euro. Plus punëtor, domethënë mbi 5.000 deri në 6.000 euro çdo muaj kemi fitim për kësaj punës. Po tjetër janë këtu disa shoqata janë, cilët edhe ata kujdesen. Këtë Kosovën kemi mbi 5.000 jetima. Çdo qytet e ka një shoqat, sidomos shoqatat janë arabe, turke, kurse ne jemi vetmit shoqat që jemi vendore dhe këta që kemi burimin tonë. صرخت أنا اليتيم كفى شطاء فمن هول الشقاء شكى الشقاء فجاوبني من الأعماق صوت دواليك البكاء لما البكاء كم صنعت أيادي اليتم مجدا وعند الله في ذاك الجزاء تزود بالتصبر واحتمله فإن الصبر ظلمته ضياء. أنا مستمتع حقيقة، ودي أقول حق المخرج نظل الأيام هذه كلها في هذا المركز، راحة، متعة، سعادة. أنا من زمان ما لعبت مثل هذا اللعب، وتشوفوني قاعد أتنفس لأن صار وقت قاعد ألعب قبل التصوير هذا. حقيقة متعة، يعني الواحد لو يأسس مشروع في حياته مثل هذا المشروع يستمتع، يستانس، يرتاح في حياته. وتخيلوا يوم القيامة مئات الأيتام كفلهم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بهذا العمر حجي كمال، أنا ودي أسأله سؤال. يعني واحد أحيانا عياله 4-5 من الأولاد يمل منهم، يتعب منهم، أحيانا يطلع من البيت وهو بهذا العمر ما شاء الله. حجي كمال شوف يأتونا كأن الأب يعني في هذا المكان، كأن ودي أسأل حجي كمال، ما يتعب؟ ما يمل؟ وشنو الشعور اللي يشعر فيه وهو متواجد معهم بهذا العمر يعني؟ Nësi. Kjo ushqim shpirtëror. Pa ta zbat. ما يزعجونك أحيانا؟ Ja, 60 vjet jem, qysh si mi pas 30 vjet, I ri jem. هل أحيانا يأتيك الطفل اليتيم يبكي عندك وتشعر أن ابنك أحيانا لما يأتيك يعني ما ينكسر قلبك عليه كأنه ولد من أولادك؟ Ma shumë se për evladin tem. Po tash para një muje kemi pas një vajzë ka qenë e smut prej dyshojshin prej kancerit, po ka shumë pas luftës që kemi, po kjo më e freskëta ishte kjo që
shumë u dëshprum, shumë u jëdhnum se kjo vajza i thëshin këtu se është e smut, ka kancer. Po alhamdulillah e qumë në Turqi, ata vllazit në Turqi na kanë ndihmu shumë në për spitale, e kanë bë vizite, kanë bë kontroll, edhe kur u kthy këtu, rezultati dul shumë mirë, u gëzum shumë të mirë. الرجل ليست أكل وشرب ونوم، لا لا لا، أكثر من هذا. هو يشعر بهم كأنهم أطفالهم، كأنهم أبنائه، في مرضهم وفي صحتهم، في حزنهم وفي فرحهم. حجي كمال، أسأل الله أن يطيل بعمرك. آمين. لكن السؤال، ما بعد حجي كمال من سيرعى هؤلاء الأطفال؟ Po, alhamdulillah këtë punë kemi fillu fisebillah, pa asnjë interes dyos, edhe besoj jam i bindur se kjo pasuri do të jetë burra të mirë, inshallah, musliman të mirë, do ta vazhdojnë dhe do ta rrisin shumë më shumë. سكينة؟ دينا دينا، ما شاء الله ما شاء الله. تخيل أن هذه أنت تكفلها في مشروع مثل هذا المشروع. أنا أقول والله لو مجموعة من التجار أو المحسنين يتكافلون يتجمعون يسوون لهم مثل هذه المشاريع، والله هذه نعمة في الدنيا والآخرة. صرخت أنا اليتيم كفى شقاء، فمن هول الشقاء شكى الشقاء، فجاوبني من الأعماق صوت دواليك البكاء، لما البكاء. هل تستقبل فقط أبناء المسلمين؟ لو جاءك طفل من غير المسلمين يتيم من النصارى مثلا أو غير مسلم، هل بالإمكان تستقبله في هذه الدار؟ Po, kemi një rast, di vajzë është, ajo është katolike, na japëm bursë 30 euro në muaj, nuk ja imponojmë me mësum si besim, vjen çdo muaj e merr 30 euro dhe ik. هل بودك أن يعني تعمل مشروع أكبر من هذا؟ هل هناك عندك هدف أكبر من هذا الهدف؟ هل لو كانت عندك إمكانيات أكثر ماذا كنت ستصنع؟ Po këtu është projekti në këtë pjesë, këtu komplet, me bon një qendër, një klinik, një hotel, me 5 yje, me mjek, se këtu o ven shërus, ku nëse arrim këtë me bo, atëre do t'i mbulojmë gjithë jetimat e balkonit me bursa. هذا هو مشروع المستقبل لحجي كمال. هل نجد الآن أي مليونير أو مستثمر في دولنا الخليجية من يتبرع لله، ما يريد من ذلك استثمارا ولا دنيا يصيبها، يجعل له فندق لحجي كمال 5 نجوم في هذه المنطقة؟ هو يريد ليس فقط هؤلاء العشرات من الأيتام، هو يريد أطفال البلقان كلهم. هو مستعد أن يتكفل بهم، هو مستعد أن يربيهم، يتابع شؤونهم، تربيتهم، وهذا الفندق سيكون ريعه كله لهؤلاء الأيتام. أيا محسنون، ألا يوجد منا كعثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فينا أبو بكر الصديق أو عمر من أنفق نصف ماله وماله كله؟ أنا أدري أن فندق عند بعض أصحاب الملايين لا شيء من أمواله، لكن صدقني ستجدها وين؟ عند الله عز وجل يوم القيامة. هذه رسالة بيوجهها لأصحاب الملايين، اللي يقول مرات أحيانا أحس بملل من الحياة، اللي يقول عندي ملايين بس مو عارف شنو أسوي فيها، اللي يقول عندي خير الدنيا لكن أحس بضيق في الصدر أحيانا، أحس بملل من الحياة، أحس ما عندي شغل أسوي في الدنيا. نصيحة لكل مليونير، كل صاحب فلوس، كل من أعطاه الله خير، سوى المشروع في أحد الدول هذه، دول البلقان بالذات، هذه الدول اللي يكثر فيها الأيتام ويكثر فيها التنصير. أيتام المسلمين يستقبلهم النصارى اليوم. والله لو تسوي لك مشروع مثل هذا وتجي بنفسك بالصيف، اقعد وياهم 2 3 مع الأيتام، مثل هذا السكل اللي عرفتوه عن الحجي كمال، وحط واحد مثل حجي كمال وتعال بنفسك، كل شهر تعال كم يوم، كل صيفية تعال اقعد هني ويا عيالك ويا أهلك، والله تحس أنك مو بالدنيا أصلا، تحس كأنك في الجنة، لكن طيبات هذه مقدمات للجنة بإذن الله عز وجل. أنا بودي لو أتجول معك حجي كمال في هذا المركز
نرى بعض الأماكن، بعض المشاريع كيف صنعتها، كيف عملتها بيدك. إلا قبل هذا لكن أريد منك كلمة أخيرة. Faleminderit Allahun xhalla shanu. Edhe I përshëndes ata vllazit që na kanë ndihmuar për këtë punë. Ata janë prej Turqisë shumë, prej Saudisë që na kanë ndihmuar prej qytetarët Prizrenit, ata I falenderoj, prej Maqedonisë. Një shembull, na ka ardhur një kryetar I Istanbulit, atëherë ishte Müfit Gürtyna para 5 vitesh, edhe me protokoll ka ardhur, me disa biznesmen, për me qëllim me na ndihmu. Edhe në kur erdhi ai, unë u gëzova shumë, ishëm borx, na kishëm pare, borx, kishëm hinj, thëshëm, elhamdulillah do të na ndihmojnë. Po asnjë cent. Pse unë I pshteta atij, e jo Allahut. Edhe më prej atij momentit, kur si pshtetna më njerit, vetëm Allahut. Si Hazreti Jusufi, pi thot në burg, Hazreti Jusufi pi thot, thuj atij se unë jam këtu. Se pshtetë edhe 7 vjet në burg. Edhe prej atij momentit kërkon se falënderoj ashtë Allah. Edhe këtë tashtoj, kemi pas dima dhe për Malajzisë, pasi që vendosa që mos më ju pshtet ku jashtë Allahut, mas 3 muje prej Malajzisë, një vëlla musliman, as nuk e njoh, as sum njeh, mi ka qu 60.000 euro. Sebepet Allahu xhalla shanu mi ka qu. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرجل وعدوه الكثيرون، لكن ما أقول هم الذين خذلوه، لكن أنا أقول هم الذين انحرموا والله، مو هو الذي حرم، هم من حرم من كفالة أولئك الأيتام، هؤلاء الأيتام. قد يكون الله فتح لهم باب خير آخر ما ندري، لكن بعد هذا يوفقه الله لرجل محسن من ماليزيا هو لا يعرفه أصلا ولم يلتقي به، لكن يرسل الله له ماله، لأن الله أراد أن هذا المشروع يكون لأجر ذلك المحسن. الله يريد هذا. من أراد أن يؤسس مشروع لهذا الأخ، أنا مستعد، أنا نبيل العوضي مستعد أني أساعده وأجي مع هذا المحسن إلى هذا المكان، نجلس مع حجي كمال، أمشي معه في كل الإجراءات لله عز وجل، بل أنا مستعد أن أتابع المشروع بعد هذا، وأجعل إن شاء الله سنوات عمري فقط في متابعة مشروع حجي كمال في رعاية وكفالة الأيتام. كم صنعت أيادي اليتم مجدا، وعند الله في ذاك الجزاء. كل هذا الخشب ما شاء الله، سقف الخشب، حتى الثريات من خشب ما شاء الله، وجميل يعني. فإن الصبر ظلمته ضياء. هذا الرجل يمكن قد يكون يعني جندي مجهول، صح الشيخ أو حجي كمال هو الذي ظهر بالصورة، لكن هناك أيضا جنود مجهولون وراءه. لولا هذه المجموعة وهذه الجماعة لما وجدنا هذه الرحمة التي وجدت في الأيتام. ما شاء الله، هدية لي أنا ما شاء الله. هذه الثريا أعجبتني، رأى أنها أعجبتني داخل. إن شاء الله ما أخذ حق الأيتام إن شاء الله، إن شاء الله يكون هدية من صاحب المشروع وصاحب المكان. صنعت أيادي اليتم مجدا، وعند الله في ذاك الجزاء. تزود ما شاء الله. هذا الثلاث أعمدة الذين عليهم يقوم هذا المشروع كله. هذا العمود الثالث اللي رأيناه في المنجرة، والشيخ طبعا حجي كمال، وهذا الأخ الثالث. على الثلاثة هم ما شاء الله يقوم المشروع كله. إن شاء الله أنا أكون الرابع إن شاء الله. إن شاء الله في الهوتيل إن شاء الله بإذن الله. صنعت أيادي اليتم مجدا، وعند الله في ذاك الجزاء. تزود بالتصبر واحتمله، فإن الصبر ظلمته ضياء.